السلام عليكم مشاهدينا الكرام. بشرى للمغاربة، تساقطات مطرية قوية جدا قادمة في الطريق لهذه المدن المغربية. يوم غد ستعرف هذه المدن تساقطات مطرية كثيفة، لكن قبل ما نبداو دعمونا بالاشتراك في القناة وديروا لايك الفيديو وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد أخبار المغرب اليوم. وفي التفاصيل، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غد طقسا حارا نسبيا بكل من جنوب البلاد ومنطقة سوسة، وكذا السهول الداخلية، وأن تتكون بعض الكتل الضبابية قرب السواحل الشمالية، ومرور سحب نسبيا كثيفة فوق النصف الشمالي للمملكة. كما يتوقع أن تصبح الأجواء غائمة خلال النصف الثاني من الليل فوق أقصى شمال غرب البلاد، مع نزول قطرات مطرية، وفضلا عن تناثر حبات من الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية. رياح محلية قوية نوعا ما شمال المنطقة الشرقية وبالأطلس المتوسط والريف. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 82 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 7 و13 درجة بالريف، والهضاب العليا الشرقية وما بين 17 و22 درجة بجنوب المملكة، وستكون ما بين 12 و19 درجة في باقي أرجاء البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار تشهد انخفاضا بالمناطق الشمالية، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج ما بين أصيلة وطرفايا وبجنوب الداخلة. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. شكرا لكم متتبعين الكرام، ما تنساوش تدعمونا في القناة وتديروا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد.